تشكيله كبيره جدا جدا جدا. مش شايف ان طبعا انا بعمل لايف في وقت مش مناسب، شكل الناس نايمه معايا مفيش حد، التفاعلات ضعيفه. بس يا ريت خلوا بالكم ان انا هنزل حاجات كتير دلوقتي هتشوفوها، عشان الحاجات بتبقى لاول مره هتنزل وانتوا هتبقوا معايا. بصوا يا جماعه، ابتدي انا النهارده اوريكم الاشكال دي واتكلم عن شكل بالراحه كده. اخلص الاشكال دي هقوم فرش لكم حاجات تانية برضو هنتكلم عليها. يعني معناها ان احنا النهارده طول اليوم ان شاء الله انا عرض لكم الشغل الجديد. ليه بعمل كده؟ عشان في ناس كتير قوي ما بتبقاش بتقول لي انا باجي بلاقي الشغل خلص. ما هو انت يعني الشغل بيجي، الحاجات دي معظمها هاند ميد، فلما بتيجي الكميه مثلا بنقعد تاني حوالي 30 يوم 40 يوم على ما نعرف نعمل تاني منها. انتوا خرجتوا من الشغل النمطي خالص في الذهب اللي هو السايغ، اللي دخلتوا لمرحله الجواهرجي، وفي فرق كبير قوي بين السايغ والجواهرجي. السايغ يعني الحاجات البسيطه والحاجات الغوايش ال21 السهله والكلام ده. الجواهرجي اللي بيعمل قطع المجوهرات، وانا اعتقد وطبعا الراي ليكم ان انا جواهرجي مش سايغ. دايما بحاول اطلع قطع شغل مميزه، قطع شغل محدش شافها قبلكم قبل كده. ودي حاجه بتسعدني جدا ان يكون متابعين الصفحه بتوعي اول ناس يشوفوا قطع الشغل دي. كلمتوني كمان يا جماعه على موضوع الدمغه الجديده الباركود، وانا عاوز اقول لكم ان احنا في طور التجربه. يعني ناس كتير بيسالوني هو انا اقدر ادمغ الذهب القديم بتاعي؟ اقول لها لا لسه حضرتك، احنا دلوقتي يعني الدوله بتجرب الموضوع نشوفه هيمشي ازاي بالطريقه المناسبه لينا. بس هو موضوع جميل جدا ان قطعه الشغل يبقى عليها باركود باسم حضرتك، يعني هيتسجل باسم التاجر اللي الصانع اللي صنعها، بعد كده يتنقل من الصانع للتاجر اللي هو مثلا زيي، بعد كده حضرتك تيجي تشتريها من عندي انقلها باسمي زي التسجيل بالظبط. يعني حضرتك هتسجلي قطعه الشغل دي باسمك، لو حد تاني خدها ما يعرفش يتصرف فيها، لازم هيخش عندي او متدرب على جهاز الكمبيوتر اقول له لا دي بتاع مثلا مدام اسماء محمد فهمي، يبقى اسماء محمد فهمي هي اللي تقدر تبيعها بس، غير كده لا. طبعا انا اتكلمت مع السيد رئيس المصلحه والكلام وصل للسيد وزير التموين ان الموضوع لازم يبقى فيه تهاون شويه. يعني واحده بتبيع حاجه بنتها او ابن اب بيبيع حاجه ابنه او العكس، لازم يبقى فيه يعني سهوله عشان ما تبقاش الموضوع صعب، والناس متفاهمين جدا. بس احنا بنجرب الاول الموضوع ده، طبعا هيخلي موضوع غش الذهب تقريبا ينتهي من مصر تماما. طبعا دلوقتي الغش محصور في الحاجات اللي بيبيعوا مستعمل، الناس اللي بتبيع مستعمل ده طبعا هو مش عارف الحاجه منين ولا اصلها ايه ولا فين. والجزء الثاني الناس اللي بتعمل شغل وبمصنعيات رخيصه جدا وبتبيعوا على مواقع السوشيال ميديا. ارجوك يا جماعه بلاش الاونلاين، بلاش نشتري ذهب اونلاين كويس. ولو عاوزين نعمل كده يبقى من مكان مضمون قوي، مكان الناس عارفاه كلها ومكان كبير ومكان له سمعه واسم. بس يعني انا بشتري اونلاين من لازوردي، بشتري من مجوهرات القدس، بشتري من يعني في اسامي انتوا عارفينها، مش هقدر اقول حد عشان ما انساش حد. بس بلاش، انا النهارده بلاقي على النت اكتر من 10,000 صفحه بيبيعوا ذهب. مين دول؟ مين دول؟ يعني حضرتك لو حصل مشكله، لو لقيت الحاجه دي مش مظبوطه، لو لقيت فيها مشكله، مين هيجيب لك حقك؟ مفيش الكلام ده. طبعا من ضمن الحاجات ان مش هيبقى فيه بعد كده حضرتك اللي احنا طلبناها من السيد وزير التموين ووافق عليها، ان مش هيبقى فيه حاجه اسمها صفحه ذهب مش معلنه ومتسجله. انا بلاقي ناس حضرتك من البيوت بيبيعوا ذهب، ده حاجه الذهب ده حضرتك يعني زي حاجه قيمه جدا، ما ينفعش ان انت تشتريها من اي حد كده بسهوله وبيعها لاي حد بسهوله. طيب مش عاوز اطول عليكم قوي عشان الشغل كتير، وهنبتدي النهارده وغالبا هيبقى عندنا مفاجاه جامده قوي بالليل في لايف من اللايفات، مش هقدر اعلن عنها دلوقتي الا لما اتاكد منها بالظبط. حد كده هيزورنا فهنشوف ان شاء الله جاي ولا لا. ابتدي النهارده باول حاجه الاسوره دي يا جماعه، الاسوره البابجي الجديده خالص دي اللي انا عملتها لكم المره اللي فاتت، والمره دي عاملينها 20 جرام برضو بالالوان الابيض والاحمر والابيض والازرق والاحمر. ايه الاخبار؟ انا مش شايف تفاعلات. في حد بيتكلم معايا هنا؟ المساعد بتاعي بيقول لي ان في حد بيتكلم، في ناس بتسال. روعه
بتنور الدنيا كلها ما شاء الله. حاجات جميله بالتوفيق. صراحه انتوا اللي منورين الدنيا والله، وربنا يبارك لكم يا رب. الحاجات اللي في نص الاساور اللي فيها حمص هنتكلم على كل حاجه بوزنها. ويعني الاسعار، انتوا عارفين ان اسعار الدهب كل يوم بتختلف، فطبعا انا مش هقعد ادرب دلوقتي اسعار، بس الاسعار هتسالوا عليها. الاسوره دي زي ما قلت لكم من 20 ل 22 جرام، فيها الثلاث الوان اهم، الابيض والازرق والاحمر اهم، الثلاثه انا ماسكهم، من 20 ل 22 جرام الواحده. كويس. الاسوره دي ماركه كارمينا الرائعه، الماركه الرائعه، بقول عليها الرائعه عشان التصميم. بص حضرتك الاسوره اهي بتتفتح كده وتتقفل كده، انا هفتح واقفل فيها 100 مره اهو. لو حصل حاجه فيها يبقى امسك الشركه دي اقول لهم اتفرجوا الناس شافوا، مش عاوز اقول ايه على الهوا اهو. انما ما ينفعش تتفتح كده، اللي هتفتحها كده هتقطمها. ليه؟ لان في الاخر مهما كان تقيل ده دهب يا جماعه، ده دهب ما هواش حديد. كويس. له طريقه في الاستعمال اهي كده، حضرتك تفتحيها وتقفليها مليون مره ما يحصلش فيها حاجه خالص. طبعا ماركه كيرمينا اللي معروفه باللوجو بتاعها، قرب لي على اللوجو اهو، اللوجو واضح قوي. قادرين نجيبه كده ولا عاد الايديا يا استاذ؟ قادرين نجيبه هو بس صغير يعني اهو كده، سداسي وموجود وباين اهو. اللوجو بتاعهم اللوجو ممتاز جدا، جميع حاجاتهم بترجع بفصوص في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. تمام. طيب بعد الاسوره دي هنقول بقى على البابجي اللي بفص. والبابجي اللي بفص النهارده جاي منها تشكيله كبيره جدا. همسك كده مثلا قطعتين قطعتين. ده الفيروز المعرق اهو، شايفينه الفيروز المعرق، وجايبينه المره دي عاملين هنا اهو شغل على الجنب، شغل بالمينا، وفي فصوص تركيب بدقيق جدا. قرب لي من الفصوص عشان نشوف الفص راكب عليه ازاي، الشغل راكب على الفصوص ازاي بطريقه جميله جدا. باينه يا جماعه ولا لا؟ محدش قال لي حاجه خالص. قولي لي يا ايه، انا عاوز اسمع. الحاجات جميله جدا، يا ريت تفتحوا فرع في اسيوط، تحفه تعبان. راس فوشيا تعبان هنوصل له. احنا عاوزين نفتح فروع في مصر كلها، بس صدقوني معلش احنا بنعاني من ضغط، فان شاء الله باذن الله المصانع سمعانا ايه وهتساعدنا ان هم يفتحوا لنا فروع في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. حد بيسالني الاسوره دي وزنها كام؟ ما حد سالني على فكره، مش هقول الوزن غير لما حد يسالني. لو حد قال لي كام وزنها هقوله. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. انا كده حفظت وزنهم. بيسألوا حضرتك بكام؟ بكام؟ هنقول الوزن يا جماعه 16 جرام و72 مللي الديت، ودي 17 جرام اهي، دي 17 ودي 16. 17 نقول اسعار تقريبيه عشان الناس برضو اللي حابه تعرف الاسعار التقريبيه. الذهب بكام النهارده؟ الذهب النهارده عيار 21 ب 782، وعيار 18 ب 670. يعني الحاجات دي يا جماعه هتبتدي من 13000 الواحده تقريبا، بقول هتبتدي، وطبعا لما تيجي حسب الوزن انا بقول اسعار تقريبيه، يبتدي من 13000 الاسوره دي. الاسوره البابجي الهاند ميد، الفيروز بتاعها معرق زي كده. على فكره انا بقعد فتره طويله جدا على ما اعرف اجيب شغل، عارفين ليه؟ عشان الحجاره دي مش موجوده اساسا. والله الحجاره الطبيعيه دي ما موجوده، اللي موجود في السوق كله الصيني البلاستيك، انما الحجر الطبيعي الفيروز المعرق لو خدت بالك هتلاقي التعريقه اللي في الناحيه دي غير الناحيه دي، ده حجر طبيعي من باطن الارض، وده بيجي من اسوان. على فكره الفيروز ده بيجي من اسوان، بيجي من اسوان. على فكره انتوا عارفين ان مصر اسمها ارض الفيروز؟ طبعا عارفين سينا، وسينا دي ارض الفيروز. ارض الفيروز عارفين اتسمت كده ليه؟ حد عارف؟ محدش عارف. لان الشمس لما بتطلع الصبح على وجه البحر بيبقى لونه لون السماء وكأنه متصل ببعض باللون الازرق ده، فعشان كده سموها ارض الفيروز، كأن انت قاعد البحر مع السماء. ارض الفيروز الماء والخضره والوجه الحسن. تمام. طيب ايه تاني معانا يا جماعه هنا في الحاجات الجميله دي؟ معانا كمان الحجر
الاخضر، وانا دايما انسى اسمه، الحجر الاخضر في العلبه لسه ما طلعش، هنطلعه. الملكايد. معانا من الملكايد البرتقاني. اول مره نعمل لكم البرتقاني، والبرتقاني جاي في اسود في احمر اهو. البرتقاني جاي في اسود في احمر، وهوريكم الاخضر بتاعه. هوريكم كذا حد اخضر بتاعه اهو. اهو جابوا لي الملكايد الاخضر اهو يا جماعه، شايفينه؟ الملكايد الاخضر فيه نوعين، البرتقاني لامع، وفي الاخضر دوت اهو. شايفينه؟ شايفين التشكيل بتاعه عامل ازاي؟ شايفين الاسوره نفسها؟ جاي الملكايد الاخضر، وجاي هنا معاه في اللامع بتاعه، الملكايد اللامع ده. وروني لو في اللامع بتاعه اهو. اللامع بتاعه اهو، لامع ومطفي. الملكايد لامع ومطفي. الاخضر الملكايد اهو موجود اهو زي ما انتم شايفينه. شايفينه؟ طيب هحط تشكيله اساور تاني اهم، هيفرشوها لي تاني كده. قالوا لي ده في اساور تانيه اهو، هيحطوها لي دلوقتي وهتكلم عليها تاني معاكم في الاخر خالص، هقول لكم عليها. ده وزنه 16 جرام برضو، دي وزنها 16 جرام على فكره. الملكايد البرتقاني 16 جرام. طيب والازرق الاسف، الازرق اللازورد اهو. ازرق لازورد، وقسمناها من هنا ابيض. في اساور جديده شايفها بيحطوها لي تاني. طب انا هلحق اتكلم كل ده ايه؟ حد يجيب لي ميه يا جماعه لو سمحت. الازرق الملكايد ده برضو 17 جرام. ده ازرق ازرق لازور 17 جرام، وجايين هنا مقسمينه. شايفين؟ ازرق في قلب كل دي علامات اهي، ومينا بيضه مع الازرق. ونفس الاسوره يا جماعه مبطنه. شايفين تبطينه الاسوره؟ شايفينها؟ زي ما قلت لكم انا يعني بحاول باستمرار نخرجكم من قصه الذهب لقصه الجواهر اهو. هنا معانا البرتقاني بلونين، البرتقاني بلونين بتقسيم تاني خالص. ودي 19 جرام الفرده، دي الفرده 19 جرام وبتقسيم تاني خالص خالص خالص. يعني ايه بتقولوا لي الكلام ده؟ يعني هخرجكم من اطار ان احنا نبقى بنجيب ذهب لاطار ان احنا بنجيب مجوهرات بس بنفس سعر الذهب من غير مصنعيات عاليه. مش عاوز يا جماعه اللي بيجي يقول لي زي امبارح مثلا، انا طلعت لايف مع الاسوره الخفيفه خالص اللي جايبينها اللي هي الجرام دي، وقلنا ان هي مش عمليه. ابص الاقي ناس يقولوا ما احنا قايلين ان هي مش عمليه، وقايلين لا ما انتش قايل. انت عارف ان هي مش عمليه، ما نجيبش نجرب في الناس، ما نجيبش نجرب في الناس. ده كلام مش مظبوط خالص خالص خالص. طيب زي ما قلنا البرتقاني الفاتح والغامق. طب معانا ايه تاني منه؟ هقول لكم معانا ايه تاني منه. معانا الاحمر الجميل قوي اهو. هم رسوها لي بطريقه حلوه بس ايه لازم اشكل فيها اهو. شايفين؟ ده عقيق احمر. العقيق الاحمر اهو. العقيق الاحمر 19 جرام واحده، والثانيه 20 جرام. عقيق احمر، عقيق احمر دوت، عقيق احمر زي ما انتم شايفينه اهو. العقيق الاحمر شايفين لونه عامل ازاي؟ لونه جميل قوي، عقيق احمر. وكمان التقسيم بتاعه من هنا، بص التقسيم عامل ازاي؟ واضح؟ واضح واسود. شايفين يا جماعه؟ باين؟ لا تمام. 19 و20. كمان عملنا منه الصدف الابيض وعملناه بلونين زي ما انتوا شايفه. انا التشكيل ده كله اهو. ما حدش يجي يا جماعه يقول لي بعد اسبوعين انت كنت منزلها فيديو. ما انا عارف يا جماعه، ما القطعه دي هاند ميد وبتخلص بسرعه. وده 17 جرام و19 جرام اللي فيها الشغل دي 17 جرام اهي. ده الصدف الابيض. انا مش سامع حد بيشوف ولا بيقول حاجه يا ايه. كله بيقول
ما شاء الله بالتوفيق. ما شاء الله كل حاجه عندكم جميله. تحيه لكم من المغرب. المغرب واهل المغرب، احنا بنحب المغرب قوي، واقرب ناس للمصريين في المغرب العربي هي دوله المغرب الشقيق. جميله قوي. نفسي اجي، انا من الفيوم. الفيوم حبايبنا كلهم بتوع الفيوم، بيجي لنا زباين كتير قوي من اللي عندكم يا جماعه من الفيوم. اهلا بيكم. واحده بتسال حضرتك 14000 يجيبوا شبكه؟ احنا عندنا الشبكه تبتدي من 5000 يا جماعه، دبله وخاتم، دبله ومحبس وخاتم، فاكيد 14000 ممكن يجيبوا لك اسوره حلوه وبالخاتم بالدبله. بحبكم جدا بجد. شغلكم حلو جدا، تبارك الله. شكلهم حلو ما شاء الله، حاجات جميله قوي. ربنا يخليكم، ربنا يخليكم، والله مش عارف اقول لكم ايه. جميل جدا جدا الكلام ده. وطبعا انا وانا هنا يا جماعه على فكره برضو عاوز اشكر اتنين اللي بيساعدوني جدا في الشغل. الاستاذ احمد اللي دايما بيصور معايا، والانسه ايه، الاثنين دول انا عاوز اشكرهم، يعني مساعدين جيدين صراحه، هم اللي بيساعدوني، هم اللي بيعملوا كل حاجه، بيرصوا الشغل، بيلموا يقولوا لي هنطلع بكذا، فعاوز اشكرهم جدا جدا على المساعده بتاعتهم، واحييهم من وانا بتكلم، يعني عشان دايما اي شغل بيبقى فيه ورا الكواليس ناس بتشتغل، الناس دي بتشتغل وبتتعب جدا، وبس مش حد عارفها، بس هم عارفين الممثل بس مش عارفين بقى الطاقم الكاست الكبير اللي بيشتغل ده بيعمل مجهود غالي جدا، فانا بشكرهم جدا. طب هنكمل بقيه الاساور دي اهو. جابوا لي بقى حاجه النهارده بابجي برضو بتقسيمه تانية خالص، اهي اهي اتفرجي، مقاسات مش كبيره، صغيره، واوزان 15 جرام، اهي 14 و15 جرام بتقسيم الالوان دي. شايفه تقسيمها عامل ازاي والفصوص؟ هم لسه مطلعينها لي دلوقتي، وحتى بقول لهم ما تطولوش عليا، انا مش بقدر اقعد اتكلم فتره طويله قوي. اهو شايفينها؟ شايفينها عامله ازاي؟ دي بالوانها جميله جدا جدا جدا. ودي وزنها يا جماعه من 14 ل 15 جرام الواحده. على الجناب في فصوص كلها ماركه وبترجع بفصوصها، وشكلها جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. طيب ايه تاني معانا؟ معانا الاساور دي اللي كنا وريناها لكم في المعرض. الو، معانا الاساور دي اللي كنا وريناها لكم في المعرض بتاع جواهرجيه مصر، اللوتس اهي، شايفاها عامله ازاي؟ الاسوره دي 36 جرام، دي زهره اللوتس بالفص الاخضر الجديد خالص، لسه الفص ده جديد اول مره. معانا منها كمان البرتقاني اهو، ودي وزنها 32 جرام، باينه كويس، دي 32 جرام. شوفوا لي مريم فين اهي، 32 جرام. معانا الاسود، اسف الاخضر برضو، الاخضر ده اخضر، يا رب يبقى باين بس انه اخضر الصوره، ده اخضر وده وزنه برضو 32 جرام. معانا منها اللون البرتقاني ده، وده وزنه 27 جرام. زي ما انتم شايفين الاسوره جايه مسلوبه، يعني من تحت رفيعه خالص وجايه على تخين، وهي الاسوره واسعه جدا تلبس اي ايد. ومعانا منها اخر حاجه الفيروز اهو، اخر حاجه الفيروز. مش عارف التعليقات قليله ولا ايه؟ لا تمام تمام. اهي فيروز ده اخر حاجه. طيب هنخش بعد كده على الاساور. الاسوره دي طبعا عجباني قوي، التعبان ده، التعبان ده 22 جرام على فكره بالالوان ده، 22 جرام بالخاتم بتاعه، وموجود الخاتم بتاعه لوحده، والخاتم بتاعه 5 جرام وشويه، موجود عندنا تشكيله منه. تمام، 22 جرام تعبان المنظر الجميل ده، 22 جرام. شايفينه؟ تمام. هبتدي في الاساور النص ونص، وعاملينها النهارده حمص رقيق جدا بوزن 9 جرام تقريبا الواحده اهي، دي 9 جرام اهي. بصي خلي بالك
النص اللي تحت كله شغل اهو. وكمان رقيق قوي، بص بيعمل سوست اهو، ولا بيتكسر ولا حاجه، سلك قوي، وكله حمص. الحمص احمر واصفر وابيض، 3 الوان الحمص موجودين. دي 9 جرام تقريبا. في منها العريضه بقى دي كده اهي. على فكره ده كل نفس الايطالي، دي 14 جرام بنص مصنعيه الايطالي. بص دي 14 جرام، صف 2 3 4 5 صفوف، احمر فاصفر، 14 جرام. الناس مش عارف بقى تعليقاتها ايه على الحاجات دي. مبسوط. بشكر حضرتك، وعايزين فرع في شبرا الخيمه. انا مطلوب مني فروع في كل الجمهوريه وفي كل الاحياء، بس يا جماعه معلش يعني انت ممكن تتعب شويه لان مش هنقدر نعمل فروع في كل حته في مصر، بس نوعدكم ان شاء الله السنه الجايه نحاول الموضوع ده نصممه. معانا دي كمان 10 جرام، ودي في منها اللون دوت الاصفر، وفي منها اللون الاحمر الجميل ده، ودي نص ونص اهي. دي نص ونص، نص ونص. ان شاء الله النهارده هيبقى فيه لايف قوي تاني برضو، تستنونا فيه، ويمكن يبقى معانا شخصيه انتوا كلكم بتحبوها، احتمال ان شاء الله باذن الله النهارده تظهر معانا. ده نص ونص، وده وزنه ده 10 جرام، يعني ده 10 جرام، ودي 9 جرام، ودي 14 جرام. ادي 3 اوزان. طب اللي هي فيها بقى ايه؟ الكوره الارضيه اهي، هوريها لكم. الكوره الارضيه اهي، دي الكوره الارضيه دي بتلف اهي، بصي اهي الكوره الارضيه بتلف. دي وزنها 8 جرام 85، 9 جرام برضه. ودي هي زي ما انتم شايفينها 9 جرام. الحمص دي ماركه كرمينا الرائعه، ساده خالص اهي، 9 جرام. الاسوره وش الجبل اهي يا جماعه، جبناها تاني 12 جرام، وجايبين منها الطقم كمان، اللي عاوز الطقم موجود. وش الجبل الطقم يا جماعه اهو، والساده اهو، الاربع اساور اهم موجودين. على فكره وش الجبل دي برضو هاند ميد عشان تبقى عارفه، هاند ميد وهولو مفرغه و12 جرام، والطقم كله 35 جرام. الثلاثه دول كده 35 جرام تقريبا. الصور واضحه استاذ احمد؟ الصور تمام؟ طيب كمان كرمينا بتعمل لنا الاسوره اللي بالخاتم، اللي هي الضفيره. الضفيره دي بالتقسيم الازرق في الاحمر ده اللي انتوا شايفينه اهو. هو بيقول لي ثبت ايديك، فانا بحاول اثبت ايديا شويه عشان يعرف يجيب الصوره. كل الوزن بتاعها 15 جرام، الاسوره الضفيره الازرق في الاحمر دي. كمان يا جماعه معانا هنا الاساور الكرمينه الخفيفه خالص دي. يعني هل تتخيلي الاسوره دي بالخاتم، وهم وعدنا ان يعملوا لنا تشكيله كبيره 14 جرام. الاسوره دي بالخاتم 14 جرام، دي 14 جرام. شركه كرمينه من الشركات القديمه، وان كان حصل عندها طفره السنه دي في انتاج ال 18 بطريقه جديده خالص، افضل من الايطالي. فطبعا نحييهم يعني جامد على الموضوع ده. دي 13 جرام الاسوره بالخاتم. الاسوره بالخاتم دي 13 جرام بالظبط. طيب هنلف لفه تاني كده على الحاجات قطعه قطعه. استاذ احمد بالراحه كده اهو، زي ما انتم شايفين قلنا من 16 جرام ل 22 جرام الاوزان دي. الاوزان دي من 16 ل 22 جرام اهو، بكل اشكالها موجود. حوالي 30 قطعه 35 قطعه اهو زي ما انتم شايفين. جايبين لكم المره دي كميه، وقعدنا حوالي 40 يوم على ما عرفنا نعمل بعد المره اللي فاتت، لان الكميه بتنزل كلها قليله. انت عارفه حضرتك ان يعني متوسط شغل الاسوره دي بين مكن وبين ناس بتشتغل هاند ميد، الاسوره الواحده بتاخد 65 ساعه عمل. 65 ساعه عمل دي حاجه كبيره جدا. لما اقول لك مثلا ان ممكن غوايش كيلو غوايش ياخدوا نفس 65 ساعه عمل عشان نعمل اسوره واحده زي دي، تتخيلي؟ فطبعا دي حاجه جميله قوي قوي ان احنا نعرف نوصل للمستوى ده من الصناعه ومن الذوق المصري. انا سعيد جدا 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 ان انا كنت معاكم النهارده في اللايف دوت، واوعدكم ان احنا باستمرار اول شغل هيجي، مش كل الشغل طبعا لان مش هقدر، مفيش وقت لكل دوت، بس اول شغل هيجي دايما هنزله لكم اول باول لايف. عاوز يا استاذ احمد تدور لي على الحاجه كلها قبل ما نختم اللايف، الناس تشوف الحاجه قطعه قطعه كويس. معانا تعليقات تاني، حد عاوز اي اسئله يقول لي، اي حد عاوز يسال على حاجه يقول لي، اجاوبه على الهوا على طول.
بيطلبوا من حضرتك تعرض حظاظات. حاضر، الحظاظات موجوده وهعرضها لكم باوزانها. حد بيسأل حضرتك في عيار 10؟ لا يا فندم، احنا اللي موجود في مصر العيارات المتداوله اللي هو 18 21 و24 اللي هو بيبقى سبائك. بس طبعا لو معاك عيار 22 المحلات بتشتريه وبتشتغل فيه، بس ده الاكتر حاجه ال 18 وال 21. بيشكروا حضرتك، ما شاء الله بالتوفيق، ما شاء الله كل حاجة عندكم جميلة روعة ما شاء الله، شكلهم حلو جدا، الله أكبر تبارك الله. انا شاكر ليكم جدا يا جماعه، وشاكر ليكم اكتر على اقبالكم وعلى شغلنا وعلى منتجاتنا، واتمنى دايما يعني تكون الحاجه بتعجبكم على طول، واوعدكم ان اول باول هحاول افضي وقتي اكتر عشان اطلع معاكم باستمرار في لايفات جميله وتشوفوا الشغل اول باول. يا رب ما كنتش طولت عليكم وازعجتكم النهارده، بس بجد طول ما انا قاعد اتكلم معاكم ببقى مش عاوز اقوم. بجد انا في علاقه قويه جدا بتربطني بكل متابعيني على الصفحه، علاقه حب، علاقه ود، علاقه اخلاص. انا عاوز اجيب لهم كل حاجه حلوه، بصرف النظر عاوز اوريكم حاجه قيمه جميله، بصرف النظر عن انتوا اشتريتوا او ما اشتريتوش، ووعيكم. دي حاجه عندي يعني في ضميري، ان انا دايما اقدم توعيه للناس، ايه اللي تقدر تشتريه، ايه اللي ما تقدرش تشتريه، ايه كويس، ايه الوحش. عاوز استغل خبرتي وعملي في خلال ال 30 سنه اللي فاتت، ان انا اوصل للناس حاجه كويسه. شكرا ليكم، والى لقاء اخر اليوم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.